يا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من المدرج. في البداية حابب أهنئ المنتخب الوطني بفوزه الثمين على منتخب البافانا بافانا، وتصدروا المجموعة وإعلانوا التأهل رسميا لدور ال16 من بطولة أفريقيا المغرب 2025. هنا المكان اللي بننقل فيه الكورة من المدرج للاستوديو، بنسمع صوت الجمهور الحقيقي، بنحلل كل اللقطات، بنتكلم عن اللي بيحصل في أرض الملعب من غير تعصب، بس بحب وحماس للكورة. في كل حلقة هنتكلم عن أهم الماتشات، اللقاءات اللي أثارت الجدل. والنهاردة حلقة خاصة لأننا هنتابع مع بعض مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ونستعرض أهم الأحداث، اللقاءات الحاسمة، وأداء اللعيبة من المدرج. هنناقش وهنتبادل الآراء، لكن دايما هدفنا نفهم الكورة صح. يلا نبدأ رحلتنا من المدرج ونشوف ايه اللي حصل في مباراة مصر وجنوب أفريقيا. في البداية كده المنتخبين نازلين عاملين حساب لبعض، هجمة هنا وهجمة هنا لحد الدقيقة 10. باص من العالمي محمد صلاح في التوقيت الصح، لكن المشكلة ما كانتش في التمريرة، كانت في التحركات. اللعيبة اتحركوا بعدها، 2 لعيبة اتحركوا جريوا في نفس الاتجاه من غير ما واحد يفتح زاوية ولا حتى يكسر خط الدفاع بحركة عكسية. اللعبة هنا محتاجة تنوع في التحرك، واحد يستلم والتاني يشد المدافع، انما الاتنين مشوا برضو في نفس السكة، والدفاع أراها بسهولة جدا وضيع المساحة. ودي مش غلطة فردية، دي تفصيلة صغيرة يا جماعة محتاجة تنسيق أكتر، لأن اللمسة موجودة بس القرار بعد اللمسة هو اللي بيفرق. تعالوا نروح لكرة ثابتة تانية، التنفيذ نفسه كان كويس لكن المشكلة ظهرت جوه الصندوق. 3 لعيبة برضو رايحين على نفس الكورة من غير أي تفاهم ولا تقسيم أداء. الدنيا كانت واضحة خالص، الكورة الثابتة لازم يبقى في واحد مهاجم يا جماعة مباشر، واحد يشد المدافعين وواحد يفتح مساحة أو يجي من الخلف. لكن لما ال3 يجروا على نفس النقطة الدفاع يكسب اللقطة بسهولة، وبتضيع فرصة كانت ممكن تبقى أخطر بكتير. تفصيلة صغيرة برضو بس بتفرق قوي في الماتشات التقيلة اللي كانت زي دي. تعالى بقى نروح للعالمي محمد صلاح في الدقيقة 36 كده. محمد صلاح واضح انه كان في اصرار على الدريبل، تحس ان اللاعب عايز يوصل رسالة، يثبت حاجة، مش بس يلعب كورة، مش عايز يلعب الكورة السهلة بس. الدريبل في حد ذاته مش مشكلة، صلاح قادر يعمل في اي وقت، لكن التوقيت هنا كان محتاج قرار ابسط شوية، لمسة واحدة تمريرة وتكمل الهجمة بشكل أسرع. والإصرار الزايد أحيانا بيبقى سلاح ذو حدين، ممكن يكسبك لقطة وممكن يضيع أفضل اللقط، وده بيبقى مش طبيعي. المهم إن الرسالة تبقى للملعب يا صلاح مش للمشهد. نرجع للدقيقة 43، ضربة جزاء مستحقة، المدافع أعاق محمد صلاح بوضوح جوه منطقة مفيش فيها مكان للجدل. قرار سليم، صلاح التنفيذ اختار أبسط وأأمن الحل، جاب في نص الجون، ثقة كاملة، قراءة لحارس المرمى، وتنفيذ يعكس هدوء لاعب كبير تحت الضغط. دي مش قوة تسديدة، دي ثقة قائد لحد اللحظة الأخيرة. للحديث أكتر عن المنتخب معانا المحلل الرياضي الأستاذ محمد عباس. أهلا وسهلا بيك يا فندم. حبيبي اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. ايه الأخبار؟ كلنا مبسوطين بعد اللي حصل